الصفحة، ادونا شير، ادونا الملصقات، ادونا الشير، ادونا الملصقات. اول حاجة مبروك وزارة الخارجية، مبروك الحكومة السودانية. شفنا امس رد، احنا بنعتبره ده اول رد يكون مباشر وبالقوة دي. الرد اللمس ده بداية، انا عندي ده البداية، يعني ده ما خلاص احنا خلاص انت كده قفلت الطبلون، لا يا دوب انت يا دوب في السلم الاولى، ده السلم الاولى عشان خطوات جايه. المفروض يكون عندك خطوات جايه طالما دوله بتحارب فيك، وبتحارب فيك داخليا وخارجيا. انت خدتها لشنو؟ علاقاتها، داير بعلاقاتها شنو؟ داير بسفير شنو؟ انت طلعت امس خطاب كويس، لكن الخطاب ده محتاج افعال عشان نصدقه. ما انا مستحيل انت تقول لي خطاب زي ده وانت عارف كل حاجه وخدت لي سفير مقنقن. ما هو خطابك كويس، كلامك كويس، نشوف كلامك نصدقك، نشوف افعالك ندي ربنا العجب. لو ما الخطاب بقى زي فعلك يبقى ما في فايده، يبقى تخدير، يبقى شغل اعلامي. احنا دارين الخطاب حق الخارجيه وحق الحكومه السودانيه يكون نفس افعال الحكومه السودانيه. المفروض يكون عندك خطوات 1 2 3 4 9. طالما دوله بالسفاله والانحطاط ده طوال تطرد لها سفيره، تسحب سفيرك وتقطع ميتين علاقتك بها. داير بقى شنو علاقتها؟ الدولة دي دايرة بأي طريقة تدمرنا، دايرة بأي طريقة تستبيح، دايرة بأي طريقة تستعمرنا رجالة، دايرة تشيل حقنا حقارة كده، دايرة تشيل حقنا، دايرة تشيل حقنا، ولا دايرة بلدنا دايرة تشيل حقنا كده، رجالة تشيل ذهبنا، مستخسرة فينا كسودانيين، دايرة تتكلم باسمنا برا يكون احنا نتفرج عليها. شفنا المشروع بتاع القرار الطالع، وشفنا روسيا عملت شنو، والصين برضو ما قصرت. الصين ما قصرت، لولا روسيا وبداية العلاقات لسه ما اتمرض عليه ورق، ده عرب ومحبة. ما كانوا مشوا فيك القرار بتاع سوريا، ادخال المساعدات واللي رفضتها، بعد شوية سيناء، وبعد شوية الدنيا تقوم والقيامة تقوم وكلام فاضي. احنا محتاجين افعالنا تكون زي اقوالنا، افعالنا تكون زي اقوالنا، ما اقوالنا تكون زي افعالنا. افعالنا تكون زي اقوالنا. طالما انت بتتكلم في الخارجيه بالصراحه دي والوضوح ده، وانه دي عدو، وان الدوله دي كده وبتحارب كده وبتعمل وبتضلل وبتنافق وبتقتل وبتسلح، انت خدت ميتين هنا ليه؟ ما في سبب ولا في عذر ولا ما في. دي ما خلاص، يا نكون يا ما نكون. نتكلم عن العزة واحنا عزتنا منتهكة، نتكلم عن الكرامة واحنا كرامتنا منتهكة. مفروض الآن الحكومة السودانية تراجع نفسها، القيادة السودانية تراجع نفسها. ما في حاجة بتخليكم ما تطردوا السفير، ما في حاجة بتخليكم تخلوا العلاقات. ما علاقتنا بالسودان اللي قاعد هناك عنه يجوع واهله يموتوا، ما دخلنا، ده وطننا بيضيع. وطن ولا اشخاص مغتربين؟ قوم بر اختراب ولا كلام فاضي. دي لو فيهم ذره بتاعت رجاله ووطنيه وسودانيه ما فيهم رمه بيقعد هناك، ما فيهم رمه بيقعد هناك. الدنيا كلها عارفه العدو بيقتل فينا وبيدمر في بلدنا، وهم قاعدين ونحن تعول منو؟ تعول منو؟ تعول منو؟ انت بتاكل بالدم، انت بتاكل بحق المغتصبات، انت عايش اسرتك بالحرام، انت بتدعم الدولة اللي بتدمر في بلدك وبتقتل في ناسك. ما عندك عذر، ما عندك عذر. انت بتاكل حرام، انت بتاكل حق الشيطان شخصيا. عشان كده الان الخطاب ده المفروض يترجم لفعل، لانه كلام براء ور 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 ما بجيب فايده. احنا دارين افعال. خلاص وقت الكلام جيب لنا افعال، اعملوا لنا افعال.
خلوا الناس تمشي لقدام. ما نحن السفير ده بيقعد بيمشي بينطرد شئتهم ابيته، بنطرده واللي بيشدد له ذاته بنطرده معاه. موضوع منتهي. نمشي يا جماعه للحاجه الثانيه المهمه، وقبل الحاجه الثانيه عشان الناس نثبت لك كل يوم بنقولوا لك، لانه في ناس كل 24 ساعه قلبهم يا جماعه شير. لو ما في شير انا بقفل، وقسما بالله اقفل اللايف، وقسما بالله اقفل اللايف واطلع بمزاجي، لان انا ما ممكن اطلع بهنا صفحه بهنا، وانت لما ما اطلع بس ساعه كده يوم ما اطلع مرتين انت تدق لي 500 مره. انا بقفل اللايف واطلع محل ما اطلع بالمليون المزاجي. طالما انت ما قادر تشير وما قادر تحفظ الصفحه اللي بيخلي جابر نشنا، انا اطلع لك، اطلع في المنصه اللي بتعجبني، واطلع في التليجرام عندي 100,000 بهناك اطلع لهم هون. عشان كده بنقول لك شير، خلي شير، عشان انا مثلا اطلع محظور. ليه؟ لانه في بلاغات اكتر منك. انت بتحضر وداير تستمتع وراقد وقدامك وما قادر تشيل اصبعك. المفروض اصبعك ده الزمن اللي بكون قاعد فيه اصبعك ده ما يقف من الشاشه. لو انت دايرنا نواصل معاك ونديك، لو ما داير على كيفك. لكن ما تخش علي في الخاص تقول لي طالع 200 بدبل لك لما الله يغفر لك. نمشي نشوف الحاجه الثانيه ونثبتها لك، لانه في ناس كل 24 ساعه بتجيهم شويه كده ضعف. يا جماعه من ناحيه احنا انتصرنا. الان احنا مطمئنين غمه الاطمئنان، ولا يشيلك شكك. الجنجويدي انتهوا الدعم السريع، اتحداك بطلق جنجويدي في الشارع خليه يطلع لك بطاقه، ما عنده. وهو صلبه وهو ما صلبه وكل ما عنده. قصتهم انتهت. الجنجويد انتهوا. المعاك ديل باقي الحراميه، باقي الفاقد الاخلاقي، باقي الفاقد اللي ما عنده شرف، باقي الرمم، باقي الخنايد، باقي الوسخ بتاع افريقيا. المعركه كانوا فيها كم؟ 600,000. احصاءات واتقالت وتقارير اترفعت والدنيا كلها عارفه 600,000. باقي لك منه اقل من 10,000. 600,000. ما في مسجون ما انتهينا منه، ما في بتاع مخدرات ما كمل، ما في وضع حرام ما كمل، ما في قواد ما كمل، ما في عميل ما كمل. افريقيا نطفت. 600,000 ديل دنيا زايلة. الباقي لك شنو تاني؟ باقي لك حبه. ديل ما عندهم حاجه. ديل مجرد ما الجيش انتشر فك اللجام بتلقاهم كملوا، وبدون ما يفيك ولا طلقه، لانه ديل ما عندهم حاجه. وهنا الان اللي بيقعدون انه الجيش ما متحرك وما فارض هيبه الدوله وما فك اللجام. مجرد ما الجيش فك اللجام ما بتلقى فيهم زول، ذاته ما تعرفهم مشوا وين. ودي الحقيقه الناس تفهمها. نحن انتصرنا، قصه انتصار ونحن ده موضوع انتهى زمان. انتصار ونحن ده موضوع قاضي. الان احنا دايرين الجيش ينتشر عشان يسيطر على مفاصل الدوله، عشان يحفظ الامن والامان، عشان التدوين اللي بيشيلوه ينقلوه من حته لحته، ينقلوه من حته لحته. التدوين ده ما بيقيف ما دام الجيش ينتشر، ما لم يغطي مساحات واسعه، ما لم يعمل ارتكازات وتفاتيش ثقيله جدا. انت كده ممكن تقدر تضمن خلاص. لكن الان انت منتصر. جنجويد انتهوا، جنجويد كملوا، الجنجويد بابح، الجنجويد لا حول لهم ولا قوه، الجنجويد بس حارسين انت تنتشر وتاني ما تشوفهم بعينك. ده موضوع قاضي ما تتفكر ولا تفكر فيه ولا تتكلم فيه. الان الجيش جهز كل حاجه، كل المعينات بتاعت الحفله بتاعت اليوم الختامي جاهزه، كل العده جاهزه. الاورجن، الساكس بتاع الجيتار، البس جيتار، بتاع البنجوز، بتاع الطبله، بتاع اللي بنايم طق 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 بتاعت المصريين ديك اللي بطقطقوها جاهزه. الموزع جاهز، بس ما باقي الا الحفله تبدا. ما باقي الا الحفله تبدا. ما في حاجه ناقصه. على كيفك. اغاني جديده، موسيقى جديده، الحان جديده. الجنجويدي لا شافها لا سمع بها. الكلام ده جاهز. مسيرات خارقه،
خارقة عديل خارقة تلف كده لما ضميرها يعنبها تقول تعبت تنزل براها تاخذ لها يومين فوق في الهواء. لما ضميرها كده ساعة يعنبها تنزل تحلل وترجع تاني. يعني القصة منتهية، القصة خلصانة، حارسين الغرار. الغرار اتفكى قسما بالله العظيم. ما تسمع، شفت الجنجويد ديل اللي بيحصل فيهم؟ لا سمعوا لا شافوا لا حكوا لهم عنه. الفات كوم والجاي كوم، الفات كوم كله براو والجاي كوم. عشان لو كلمة قحاط يجهزوا لكم فيديوهات ويجهزوا لكم ذاكرة كبيرة عشان تقدروا تسجلوا فيها الجنجويد وهن دنيا زايدة عشان تتباكوا بهم. بعدين بقيت حياتكم من منظمة لمنظمة. يعني احنا قصتنا انتهت معاهم. الآن الجيش جاهز عدة وعتاد. الحفلة دايرة التوقيت المناسب والموضوع ينتهي خلاص. بس ده تاني ما اختصاصنا. لكن ابشرك كل المناطق جاهزة رفعت التمام. كل الشغل رافع تمام. كله جاهز. يعني القصة خلاص ما في حاجة. اطمئن، ادعم جيشك، اقف مع جيشك، خليك واعي. الان دي ما في تاني حاجة اللي ورا قبل 15 ما بتبقى. قبل 15 ما يسوقوك لا قحاطي لا غير قحاطي. ما في الا الحاجة دايرينها نحن. حاجة دايرة انت دايرة انا بتبقى، ما دايرينها ما بتبقى. شاء من شاء ابى من ابى. دي بلدنا ودي حقتنا، دفعنا ثمنها. الناس تكون عارفة الكلام ده. القصة خلصانة. نتناقش ونصيد، ده كلام انتهى زمان. الآن الجنجويدي في تول وما عارف يمشي وين، ما عارف يعمل شنو، ما عارف الحاصل شنو. الجنجويدي الآن محاصر بالمطر وبالكله، محاصر طيران، محاصر مطر، محاصر. الجنجويدي الآن ما زال بتاعت وقت وجهنم وبئس المصير، خالد فيها أبدا. يلحقوا حميدتي ويلحقوا علي يعقوب ويلحقوا الوسخ الرمم المعاون. يعني ما زال بتاعت وقت. دون ما دون، سوى ما سوى، ما زال بتاعت وقت. يدون ما زال بتاعت وقت. قصة منتهية. خلي قلبك مليان، خلي قلبك شبعان، امورك طيبة. ترجع لورا اتذكر وانت الان تشوف بعينك. تشوف بعينك لما كانت ام درمان من اول اللي زاع عليه شارع ليكم برود البشير ده كلها تاتشيرات. ميدان المولد ده كله تاتشيرات. شهداء دي كلها تاتشيرات. ابروف بالشجره كلها تاتشيرات. الدنيا دي كلها كانت تاتشيرات. ودنباوي كميات. الناس دي وين؟ الكوبري بتاع بحر شمبات كله وين الناس دي؟ خلي الباقي ذاك. ما في الناس دي خلاص. القصه منتهيه. ما نجي نقنع كل مره والله وبعد يقول لك لا احنا، لكن الغرار في حاجات معينات اتجهزت. بعد كده ما باقي الا الغرار بيتفكوا باذن الله تعالى. ما تشوف جنجويدي وما حنشوفه ولا حيكون جزء مننا ولا حيكون يوم من الايام عسكري ولا عساكير ما حيكون ولا شفت جنجويدي عمده ما حيكون. عمده جنجويد ما في. اسمع كلامي، عمده جنجويد ما في. عساكير ما في جنجويد. عساكير وسخ ما في جنجويد. ما في تاني جنجويد. شفت جنجويد ما دارينه. شفت الوسخ ده نهاية ما دارينه. ده موضوع منتهي. التقفيل عليه بالطب والمفتاح والقصة انتهت. الآن بإذن الله تعالى الناس تدعم جيشها وقواتك المسلحة، وبإذن الله تعالى جايين عيد الجيش، وبإذن الله تعالى حننبسط وحنفرح. احنا انتصرنا واحنا نفتخر اننا سودانيين، ونفتخر بجيشنا، ونفتخر بانتمائنا للوطن، ونفتخر باننا جياشة. نحن جياشة. نمشي لموضوع مهم جدا. اول حاجة 3. اول واحد مبارك المهدي. 2 عليوة الحليوة. 3 الجبوري. نبدأ بمبارك لأنه حمته خفيفة. احنا زمانك اتكلمنا هنا كثير، والناس اللي متابعيننا من بدري من بداية الحرب عارفين اننا كنا بنقول في شنو عن مبارك الفاضل.
كان بيدعم ويقول لك الجيش، وانا كنت بقول شنو؟ بقول لكم ما تصدقوا. ده عنده مرحله بينزل فيها، عنده محطه بينزل فيها، عنده محطه لو خيروه بين اي حاجه والسلطه بيختار السلطه. لو خيروه بين اي حاجه وبيختار السلطه. الناس دي بتحب السلطه، السلطه دي جوا دمها، جوا شرايينها. امس قال للسياسيين نتفق ونعمل ونتفق عشان نوقف، لانه العسكر ده حينفرد بالسلطه. همه سلطه، بس همه سلطه للاسف، همه سلطه. يا اخي احنا كشعب سوداني رضيانين العسكر ينفرد وفوضناه ونكتب له شيك على بياض يقعد فيها مدى الحياه. انتوا منو سياسيين؟ انتوا في السودان ده كله في سياسي، جيبوا في السودان ده كله سياسي. ما عندنا احنا مفلسين سياسيا، مفلسين. ليه؟ لانه السياسه محتكره على اسر لا فهم سياسه ولا عندها علاقه بالسياسه ولا عندها عقل للسياسه. السياسه دي قط رهينه بتاعت اسر، عشان كده فشلنا فيها. اسرتين لا عندهم علاقه بالسياسه ولا عندهم علاقه باي حاجه، اسرتين ما يفهموا اي حاجه، دمروا السياسه في السودان ودمروا الاحزاب ذاتها في السودان. تدمير السياسه وتدمير الاحزاب دي من نواتج الحزبين، الامه والاتحادي، الختميه والحزب الانصار. من كوارثهم الحاجه اللي عملوها في السودان دمروا لنا الاحزاب ودمروا الكوادر ودمروا السياسيين والعقليه السياسيه والمفهوم السياسي والمصطلحات كلها دمروها، خلوا لك جيف. عشان كده ما عندنا السياسه يا ود المهدي. ولو السودان ده فضل فيه واحد ما بتحكمه، ولا انت منو عشان تيجي تحكم؟ انت مين؟ انت منو؟ موقعك شنو من الاعراب؟ انت نكره بدون معرف، ما في زول بيعرفك. قدمت شنو للسودان؟ انجازاتك عملت لنا شنو في الدنيا دي عشان انت تيجي تتكلم عننا؟ انت شوف شغلتك، شوف شغلتك. كم شوف لك عمال يدفعوا لك فيها ظرف بهنا، شوف لك يتخبر بهنا ظرف. لكن السودان ده عصى عليكم وبكيفنا المره دي، بكيفنا. نمشي للحمى الثانيه الجبوري، لانه الحمى الثالثه كبيره يا جماعه. الحمى الثالثه بتاعت عليوه ده كبيره. عليوه ده جاب لك الله، والحمد لله والشكر لله انه اتكلم تاني، واحنا دارين نتكلم. قدر ما يتكلم احنا الناس حيقتنعوا انه احنا صح، وانه الناس ديل ما بشر ولا حيبقوا بشر. عشان الناس يفهموا ان احنا لما نقول لك الناس دي لازم تنتهي، نحن ما كذابين، ما قاسين. لكن ده احنا عارفين العقليه دي التافهه دي زي عقليه عليوه ده بيتفكر كيف، الوسخ ده عارفين نفكر كيف، الرمه الخنيته ده عارفين نفكر كيف. قبل ما نجي ونمشي للجبوري، جبوري طالع تسجيل بيتريق وبيتكلم ومسيخ ولياسر العطا وكاسات وما كاسات، كلام بتاع زول اهطل، كلام بتاع زول اهطل، كلام بتاع زول محروق الحشا. الكلام اللي قاله الجبوري ده بتعرف انه المعركه خلصت وانه انهزموا شر هزيمه. طبعا هو جنجويدي ولا جنجويدي رسمي، جنجويدي مشروعنا اللي كانوا جايبين به بحميتي ده انهزموا فيه، انهزموا في الطريقه بتاعت كلامه واسلوبه. واحنا جاي من الزراعه ومشيت زرعت بشنو؟ ترتر جابوا لك ابوك، السماد جابوا لك ابوك، العربات جابوها لي حقنا سارقينه اولادكم. ود اختك برشم الحرامي ابن الحرام، انت دار تبني من جيبك، ما هو حقنا حق الحرام. انت قال حق الحرام بيقوم لك زراعه، والله قبل ما تقوم انت تخش تحت في الواطه، قسم بالله العظيم قبل ما تقوم الزراعه لفوق انت تلحقها تحت، لانك انت جنجويدي غزر، انت جنجويدي قليل ادب غزر، ما عندك شرف ولا راجل كمان. شفت ياسر ده اصل لو طلع للشعب السوداني بكاساته راجل، باي راجل دافع عن الحرائر ووقف مع الوطن ودافع عن الوطن ومصندد وقاعد في درمان. ارجل منك انت والمن اللي بيعرفك، انتوا ناس حراميه. تعرف الحراميه؟ انتوا الوسخ. تعرف الوسخ؟ انتوا الرمم.
انتوا الناس قلوبا سودة، الناس المرجال اللي بيطعنوا الشعب السوداني في ظهره. انتوا الحرامية، انتوا العلوج، انتوا اللي ما عندكم شرف، انتوا اللي ما عندكم ضمير، انتوا اللي ما عندكم اخلاق. بتفتخروا بالسرقة، بتفتخروا ان اولادكم حرامية، بتفتخروا ان اولادكم حرامية وبيجيبوا لكم وبيسرقوا لكم. وجاي تتكلم عن الشرف. وياسر ياسر ده ضفروا بيك انت وبيعلمك وبيجابك، بيوسخكم وبيعفنكم وبيناسكم اللي معاكم كلهم، يا رمة يا خنيتة يا ما عندك شرف يا ما عندك اخلاق. انت بتمثل نفسك، بتمثل الحرامي الجواك، بتمثل الزول الطبال الجنجويد الجواك القذر اللي ما عنده شرف. انت زيك زي حميدتي واحد، انت زيك زي حميدتي كلب من كلاب برا، ما عندك حاجة. السودان ده والله يبقى لك شفت خرمي برا، شفت كلامك ده والله يوم من الايام تبقى شفت تبكي بس يوم من الايام، لانك كذاب منافق. ناس ياسر العطا اشرف منك واشرف من ملتك كلها يا نجس، يا عديم الشرف، يا عديم الاخلاق. بالله ما بتخجل بالطب اللي قاتل. والله برشم مع حرامي، مع حرامي قذر واطي ما عنده شرف، بيسرقه وبيديك انت وانت عامل نفسك بتشيله. والله العظيم شفت لو جاب لك صاموله بتاع الترتر بنقلعه من حباب عينيك، بنشيله من حباب عينيك. بيجي اليوم اللي بتدفعوا الثمن يا حراميه يا رمم يا خنايت يا عديمين الشرف يا عديمين الاصل، يا ما عندكم اخلاق، لا وطنيه لا اخلاق لا دين لا ايمان. شو اللي بتاع الصهاليك عاملين فيها سودانيين؟ سودان وين؟ سوداني ما فيه حرامي. هذه لك الناس اللي معاك اللي بينتسبوا لك، هذه لك يتكلموا وقالوا الحق، لكن لانك انت جواك حرامي، لانك جواك نجس، لانك جواك عربيد. عشان كده اقعد قول الدار تقوله هانت ما باقي حاجه. يوم من الايام بندفعك الثمن وكرعك في راسك، وقله ادبك دي بندفعك ليها، بندفعك قله ادبك، بندفعك ثوره مين يا عمي؟ ثوره مين يا عمي؟ ثوره مين؟ ثوره شنو يا ثوره؟ ثوره فيها انتو؟ فيها جنجويد دي ثوره؟ يا ثوره قاموا فيها قتلوا مجرمين، يا ثوره فيها جنجويد. ثوره الساعه كم دي؟ الا الثوره بالنص ولا الثوره بالشنقيط. لكن قصه ثوره وثوره وكنا ثوره مين يا عمي يا نجس؟ ثوره دي للرجال للشباب، ناس كشه واخوان كشه. انت بتعرفوا الناس كشه ولا هم ولا بتعرفون؟ انت قاعد تكذب هناك وتكذب وتطلص على الناس وانت جواك جنجويدي حرامي نجس لا شرف لا اخلاق. زيك زي برشم ده، لكن خجلان تطلع واحتمال تكون بتلبس الكدمول وتسرق هناك، ما بعيده. اصله ما استبعدك بالليل تلبس الكدمول وتتلب، وقسما بالله العظيم بتلبس الكدمول وتتلب، لكن ما عندك الرجاله اللي بتخليك تقول انا جنجويدي عديل. انت جنجويدي لكن مسكلتش، جنجويدي لكن بالليل في الظلام، لكن بتطلع كده الجنجويد ما بتعملها. لكن احنا يوم من الايام بنحاسبك يا جبوري، لانك انت ذاتك بوق للجنجويد، بوق للجنجويد وبوق للعنصريه وبوق للوسخ وبوق للناس اللي ما عندها شرف ولا عندها اخلاق. السودان لازم ينضف منك ونتو. لو السودان ختاك ونتو بيتقدم لقدام ويمشي، لكن العقليه بتاعتك المتخلفه، العقليه بتاعتك الرجعيه، العقليه بتاعتك اللي ما عندها اخلاق، دي لازم تنتهي مننا، دي لازم تنتهي مننا. انتوا ديل السبب بتاعنا نحن نتدمر، ودمرتوا اهلكم. انتوا غنيتوا واكلتوا وسرقتوا ونهبتوا، واهلكم جوحتون ودمرتون، وهديل خليتوهم كايسين للمويه ما لاقين، لما ربنا رحمهم بمويه من السماء. عشان كده يا جبوري ما عندك حاجه. احنا بنقول لك يوم ما اصله احنا الحرب دي بتنظف، الحرب دي الحمد لله والشكر لله كل يوم بيظهر فاسد وبيظهر خاين وبيظهر عميل، والحمد لله ننتهي من الحرب بيكون ما عندنا ملقوط زيك، ملقوط وسخ عفن بيكون ما عندنا زيك، والله ملقوط زيك ما عندنا. نمشي نشوف الزول الثاني، الزول الاخير ده، الزول الاخير ده يا جماعه اسمع الكلام ده، اسمع الكلام. انا حسمعك 2 تسجيلين، تسجيل قبل الحرب وتسجيل بعد الحرب للزول ده. اسمع، ده قبل الحرب. نحن نتمنى لسوداننا الحبيب ان يعيد مجده وسوده، ونتمنى له ان ياخذ مكانه مع الامم. ولكن يا اخواننا احنا في دارفور يجب ان نفهم تماما دفعنا ثمن احتراب وصراعات كثيره، يجب ان ننتبه
نسأل الله التوفيق للسودان، السداد وكل شيء خير. لكن لا سمح الله إذا حصل لما لا يحدث عقباه، أرجو أن تكونوا أهل دارفور متماسكين متحابين موحدين عشان تستقبلوا إخوانكم الآخرين الذين يستجيرون بكم في يوم من الأيام. هذا الكلام خطوه في عيونكم تماما. أنتم كنتوا الكلام ده قالوا قبل الحرب والكلام ده قالوا هسه على الايامات دي. انا اشكرك جدا. قبل ما ننتقل لاخر حاجه الحلول، ده اسالك عن الشيء اللي بنسمعه عن الرزيقات وهم داعمين لجزء بيجوا من التمرد ومن الدعم السريع وغير مقبولين في المجتمع. وكان عملت حلقه مع ضيف من فتره وهو مكرس نفسه لهذا الامر، يعني انه لدرء هذه الفتنه عن قبيله الرزيقات. فما حديثك في هذا والله يا اخ سعد، انا اشكرك، والله انا اشكرك. يعني انت تناولت اشياء انا فعلا بتهمني جدا. اولا يا اخ سعد، اخونا محمد ترو ده 2007 قال لي اذا جتني رزيقه ما بتكلم معاك. الخمسه رجل دول كلهم من قبائل اخرى. وبعد الثوره في لقاء واحد من البرامج تكون شاهدته يتكلم معاه المذيع على اعتبار انه هو رزاقي، قال له لو قلت لي الكلمه دي مره ثانيه انا ما حواصل معك الحلقه دي، انا ما رزاقي، انا دعم سريع. والراجل بطريقه اخرى كرر الكلمه وجدع المايك وطلع وقفلوا الخط، لكن ثاني رجعوه مره ثانيه. اخونا محمد حمدان دقلو نحن اصلا ما نقدر ننكر ابدا، هو ولدنا ومن عصبتنا، الظفر ما بيطلع من اللحم. لكن زي ما عبود شير قلب الحكومة، والله ما قالوا الشايقية قلبوها، ولا قالوا الشايقية غرقوا حلفة الدول المصريين. ولما ناس الكدروا عملوا انقلابهم 23 منهم شايقي، ما قالوا والله الشايقية ديل يعني قالوا الحكومة ولا قتلوهم ولا جايبوهم. حتى اخونا البشير 30 سنه قتل 300 واحد من دارفور، 300,000 من دارفور، ما قالوا لا جعلين عمل. ايش معنى بس انتوا الان بس الرزقات. انا عارف السبب، الموضوع ما عارفين انه حميتي ما عنده علاقه بالرزقات كتنظيم، حميتي ما عنده علاقه مع الرزقات كناس، يعني ناس سينك تانك بالنسبه لهم ما عارفين تماما. السينك تانك لحميتي هم ذاتهم بيتكلموا عليه نفسهم، لكن هم قاصدين يهدوا عظم الظهر لقبيلة محورية في دارفور. ولعلمك هذه القبيلة هي اللي وقفت في التمرد، واخواننا الجنوب بيتفنسوا معانا، يقولون والله لو ما انتوا المسيرية والحوازمة احنا زمان كان البلد اتغيرت. والتمرد ركاب ناس مني وناس جبريل برضه رسلوا لهم مسهلات، يعني هم عايزين الرزقات يكونوا قتلة بس، يكون الرزقات القتلة بس، لكن ما ينتفض واحد من القبيلة باسم اي تنظيم عسكري سياسي، ما ينتفض كسوداني ويفكر في كيف هم يفكرون. هم ما عايزين كده، هم بس عايزين الرزقات يكونوا قتلة لهم. لا تاني ما في كلام كده. الرزقات بيحت، القبائل بيحت، الناس عرفت، وبالتالي يعني السيد يقول اي شيء في الدنيا دي كان سرقوه ضد عين، اي شيء سرقوه في خاتم ذهب سرقوه ضد عين، عربات وضد عين، الدولار وضد عين. بما انه والله الحرب بعد ما تنتهي حتكتشفوا التحقيقات شرقا وغربا وجنوبا وشمالا البلد اتنهبت من الجهات الأربعة، وقد يكون الناس اللي مشوا قريبين لأنه محلهم بعيد يكون شالوا الحتالات. الناس القريبين ديل هم شالوا الدولارات وشالوا الذهب وشالوا الدنيا والبلد كله. لكن سمعنا الكلام بتاعهم. أول حاجة الزول ده ما عنده تاني واحد معاه من الناس الرزقات ديل، قال الخرطوم دي بنطويها في ساعتين. غير الكلام ده الحرب دي قبل فترة، قبل الحرب دي ب7 شهور 8 شهور، الزول ده اتكلم قال يا هنا في دارفور لو جوكم الناس الشمال افتحوا لهم بيوتكم. يعني الحرب دي مدبوخة جاهزة كانت. الموضوع ده الحاصل ده بتديك دلالة انه الشغل ده كان مدبوخ. الشغل ده ما شغل بتاع يوم ولا شغل بتاع صدفة، بس ما وقته، الوقت اللي قامت فيه ما وقته، لكن مدبوخ. ده الاتفاق الثاني بتاع السلام، الاتفاق البرة انت 2 وانا 2، الاتفاق الجوا الحرب دي نتيجة للاتفاق السري بتاع سلام جوبا، نتيجة للاتفاق السري بتاع سلام جوبا. يلا الزول ده قاعد في بورسودان،
بكل قلة الأدب، قلة أدب، وبيتكلم بدون عقل، وزول ما واعي، وزول جنجويدي. جنجويدي. أول حاجة ضرب لك مثل، قال لك عبود لما انقلبها الناس ما قالت الشايقية والشايقية. عبود لما انقلبها قلبها بأحزاب، خليه ده ما شأننا قلبها بأحزاب ولا غيره. لكن عبود ما جاب الجيش دخلوا البيوت اغتصب الحراير وصورهم كمان. ما جاب الجيش دخل البيوت اغتصب الحراير، ولا شال اموال الشعب السوداني، ولا شرد الشعب السوداني من بيوته. وعبود عسكري كلية حربية، دارس كلية حربية متخرج منها، مشى عمل انقلاب عسكري عادي غيروا فوق. البشير انقلاب عسكري، لا دخل بيت، لا اغتصب حراير، لا سرقونا، لا هجرونا، لا دقونا، لا زلونا، لا شالوا عرباتنا، لا شالوا بيوتنا، لا شالوا نسواننا باعوهم في غرب افريقيا. انت بتقارن بين منهم منهم؟ انت زول بليد قبي، انت راجل بقال سايق قبي ما بتفهم. رزيقات شنو؟ رزيقات طلعوا ما دبوا، طلعوا جابوا العمد كلهم حقنا كون عمدة قعدون. لو ما ساندوا ناس ما دبوا احنا ما كنا قلنا الرزيقات. أزال العمد حقنك. حتى لما العمد جبر سودان، اخوك الضيف جبر سودان واعتذر وقال كده، طلعوا بهناك قالوا ده ما بينتسب للقبيله، احنا الرزيقات قالوا نحن الرزيقات. الدخل القبيله ما نحن دخلتوها انتوا يا حراميه، يا اولاد الضيفان دخلتوها انتوا، دخلتوها انتوا. بالنسبه للسرقات دي نحن ما صورناهم، صوروا نفسهم، ربطوا عرباتهم شفناهم ماشيين وطالعين ومصورين نفسهم في الطريق لما دخلوا الضعين. الجرائم دي موسغه يا طيره، يا اهطل، يا اهطل، الجرائم دي موسغه يا نجس. انتوا قتله مجرمين، ما عندكم شرف ولا عندكم اخلاق. قبيله محوريه شنو؟ من الله خلقكم بتاع مشاكل. اي قبيله في السودان حاربتوها، غدارين خونه رزيقات. شنو؟ في زول قبل الحرب دي كان بيتكلم في قبيله في السودان؟ في زول قبل الحرب بيتكلم بيجيب اسم قبيله احتراما وتقديرا لكل القبائل. لكن لانكم وسخ، لانكم حراميه، لانكم عديمين الشرف، لانكم عديمين الاصل، عشان كده نحن بنتلحنكم ونحنقف لكم في حالكم يا وسخ. انت راجل ني، ما عندك شرف ولا عندك اخلاق، لانك بتبرر لمجرم. والعيب ما منك، العيب من القاعدين في الحكومه القاعده فوق بالجامل للان. واحنا حقنا قسما بالله ناخذه من حباب عينين ابوك، من حباب عينين ابوك. نحن في الجزيره قسما بالله نركبك ونركب ابوك ذاته يا وسخ. والله ندوسك بجزمتنا، لانك انت حرامي وقوادين وكلكم اسر ما عندها شرف ولا عندها اخلاق. احنا يا يوم غلطنا عليكم، فاتحين لكم بيوتنا في الجزيره، بنشارككم في مزارعنا، درستوا في مدارسنا، اديناكم دكاكيننا، عملناكم بني ادمين، عملناكم ناس. جينا لقيناكم ما ناس، لقيناكم نسوء من الخنازير. دايرنا نشكرك ونطبلك وتقعد ونحن يا نص كلتش. قسما بالله نركبك انت اول زول، لانك انت مجرم قاتل، لانك انت جنجويدي غزر، لانك انت هددتنا زيك زي القحاطه، لانك انت كنت عارف الحرب دي، لانك انت ملعون، لانك ما عندك شرف، لكن ما تعمي راجل عشان تمش تلبس الكدمول. دار تدس هنا في بورسودان وتبقى لنا شوكة حك ليه قدام. حقنا بناخده من حباب عينينك انت. الشوايقه ديل ما دخلوا بيوتنا يوم من الايام ولا هانونا، ديل فتحوا لنا بيوتهم واستضافونا. الجعالين ديل اكرمونا، لقينا منهم الخير، هذول المستضيفين وسرنا. ما شفنا منهم قبيله غدرت بينا غيركم، ما شفنا قبيله استباحت اعراضنا غيركم، ما شفنا قبيله كسرتنا غيركم، ما شفنا قبيله اذتنا غيركم، ما شفنا قبيله استباحت اموالنا غيركم في السودان كله. جنوب السودان ديل ما عملوها. اهلنا في جنوب السودان الدينكا والنوير والشلك ما عملوها. انتوا اللي عملتوها. وده الدافع عن منه؟ ونحن اللي محور وين؟ انتوا محور الشر، انتوا محور الشيطان يا رمم. انتوا ناس ما عندكم اخلاق ولا عندكم احترام ولا عندكم ادب. انتوا ناس ما مؤدبه ولا محترمه. انتوا ناس عالمكم جاهل وجاهلكم ملعون. انتوا ناس ما عندكم شرف ولا عندكم دين، مفروض تخجلوا وما تتكلموا. لكن
لانه القياده هناك قاعده وانت محمي من الظهر بتاعك اللي قاعد فوق. قسما بربي الذي خلقني ما نكسر ظهرك ده نكون ما سودانيين. مش الظهر اللي انت محمي به فوق ده والله نكسره. انت قال ده بحميك وقسما بالله نكسره. والبلد دي حقتنا طوص فيك وفيه، طوص فيك وفيه وفي اي زول داير يستغل لنا يقعد تاني. عندك قبيله حراميه تحترم نفسك وتدنقل راسك وتدوسك بالجزمه وتفلك فوش ميتينك. ما ترفع راسك ده وتقول انت زول، انت ما زول، انت حرامي، انت حرامي. تسكت وتستحمل لانك انت اهنت السودان، لانك انت انقلبت على الدوله، انت هددت الدوله. قبل ايام طلعت بتهدد في الدوله ولنا حريه الرد، ولنا حريه الرد. يا اخي انتوا طردتوا الجيش. هذاك الفاشر هنا في الفاشر مستضيفين الجيش، حاميين الجيش، مقعدينه بيناتهم، بيسووا له الاكل والشراب، ما قاعدين معاه. فرق قبيله من قبيله، فرق يا رمم، فرق. انتوا ما ناس، انتوا اخوان الشياطين، انتوا قتله فاسدين مجرمين، ما عندكم اخلاق. وطالع تتكلم على احنا ذاته دارينك زيك تتكلم عشان الناس تعرف انكم انتوا لسه لازم راسكم ده يتكسر ولازم راسكم ده يتواسى. الراس المربع ده كلكم جابتكم حميتي لازم يتواسى. شفتوا الراس المربع ده لازم يتواسى لانكم لسه فاكرين نفسكم ترجعوا وين؟ وقسما بربي الذي خلقني تمور صاي في شارع تاني في السودان ده والله الا نكون اولاد حرام. قسما بالله نوديك لي الله طوالي، لانك انت مجرم قاتل زيك زي اي جنجويدي كلب ما تسوى حاجه. بعدك بدلت تحتزل للشعب السوداني وتقول للشعب السوداني والله نحن ما دخلنا في حميتي ومداسفين وعلى الحياه اللي عملت ونمشي نشوف القضايا بتاعت البنات اللي اختطفون والموجودات في الضعين والبنات اللي بيغتصبوا فيهم. تجي تقول في ادب وتطلع يا راجل يا ما محترم يا راجل يا كلجه يا ما عندك شرف يا ما عندك اخلاق، تطلع في الشارع وتيجي تقول تهددنا نحن والشايقيه والجعليه لانك انت جواك زول قذر، زول تافه، زول نجس، زول ما عندك اصل ولا فصل والضيفان ساي. عشان كده لسه حاقد واحنا حقدك ده وقسما بالله ما نخليك الا كان تطير السماء، الا كان تطير السماء. وده في بورسودان واقسم بالله ده جاسوس يا ناس بورسودان. الرمه ده جاسوس، الرمه ده والله تخلي الشيطان تدي بيت وتاجر له وتسكنه مجان زي الوسخ ده ما تخليه يقعد معك في بورسودان. شفت زي ده ما تخليه يقعد معك في بورسودان. ده زول نجس، زول شيطان، زول قذر، زول عنصري، زول ما عنده شرف ولا عنده اخلاق. المفروض انتوا تطاطوا راسكم وتطلعوا للشعب السوداني وتبكوا وتتاسفوا. دار تبرر شنو؟ عبود تعبدك ستة يطلعوا روحك وروح راسك الكبير ده. انت زول فاسد، زول قذر، زول واطي، واحنا تارنا معاك. انت حميتي ده مات وديلك مات، ولكن يا ابن الكلب تارنا معاك انت. يا ابن الضيفان قسما بالله تارنا معاك انت. كان تطير السماء كان تمشي الواطه تارنا معاك انت. ان نوريك السغاله والرجاله ما بتعرفها احنا تارنا معاك انت الا كان تطير السماء. لانك انت ما بتجي تمشي فينا. احنا علاقتنا بشنو؟ احنا شايفين الناس الضعين وشفناهم صوروا نفسهم قالوا احنا من الضعين، وشفنا فيديوهات ونغتصب ومصور نفسه في كافوري وهداك موجود. انت دار تبرر شنو ولا تبرر شنو ولا تبرر شنو؟ انت زيك ما يطلع، انت زيك ما يتكلم. جاي عشان لقيت لك سند معاك وجابوا لقطوا ناسكم خاتينهم في بورسودان بسراويل معفنه دير رمون هناك وانت قال احنا بننسى. والله لا برهان بيقدر يعفى لك حقنا ولا في زول في الدنيا في العالم ده كله يعفى لك حقنا. ده حقنا نحن، لا حق برهان لا حق الدوله السودانيه. انت سرقت الدوله السودانيه، انت كسرت الدوله السودانيه، انت اغتصبت الدوله السودانيه، انت اغتصبت حرايرنا، انت سرقت بيتانا، انت سرقت حقانا، انت اذلتني انا، انت طردتني يعني حربك معانا. يعني انا بركبك وفي الضعين بركبك. ولا انا بقول للمشتركه قسما بالله العظيم ما تخشوا الضعين واقسم بالله ولا انتصرتوا ولا جبتوا حاجه. انتصاركم اللي بتقدموه للشعب السوداني خليه كلام. الضعين اي حاجه ما محترفين بها نهائي. ما تخش الضعين دي جوا، الضعين جوا قسما بالله ولا عدينوا لكم الانتصار ولا تحلم. شفت غير الضعين دي جوا تركب الناس دي والله ما عدينهم. احنا شايفين الوسخ، شايفين التدوين بيمشوا باي محل بيدون. ليه نحن اهلنا ديل لاقينهم في الكوشه؟ اهلنا ديل في الكوشه لاقينهم هنا اهلهم قزاز يتبلوا العفن الوسخ الرمم الخنايط. اولاد الضيفان يتبلوا. ديل اولاد الضيفان ما معدودين ذاته معانا وجاي يطلع يبرر ويقول يقل في ادبه. مفروض الان ناس الحكومه تتدخل وتتكلم مع هنا تمسكه وتحاسبه، لكن
اقعدوا خلوا لنا عشان خاطر فلان داك مدير هناي وده مدير هناي، لكن والله يا مدير هناي نحاسبك ويا الفيل هناي نحاسبك، وبيجي اليوم اللي بتشوفوا الكلام ده، لانه ده حقنا، يا تقتلونا يا نقتلكم، يا تقتلونا كلنا يا نقتلكم، لكن في النص كده ما في زول قليل ادب زي النجس ده، والله السودان ده حرم عليه عديل، حرم عليه. دار يبرر جرائم قدر دي، دار يبرر قدر خلاص الحرب انتهت، دارين يطلعوا ويبرروا ونحن وانتوا عملتوا، احنا ما عملنا زي ده ولا في سوداني. حتى الناس ال 300 في دارفور قتلوا الحميتي زوركم ده ذاته، وهداك البشير معاه هو الكلب بتاعه القتل بحميتي، ولا قتلهم بالجيش بحميتي بكلبكم ده، معاه انتوا معاه اولادكم ذاتهم اللي قتلتوهم. دايرين تنكروا تمشوا وين؟ ده انتوا اللي قتلتوهم. الان لما خلاص الحرب دخلت اللحم الحي دايرين تتنصروا، والشوايقه قاموا وجعانين. والله الشوايقه الله يدينا الصحه والعافيه، لا شفنا منهم لا راينا منهم. الجعالين لا شفنا منهم. البشير ده تنحى، عنده قبيله وعنده عزبه وعنده اهل وعنده ناس، ما شفناهم قالوا يا اقعد يا انتوا حددتونا. البروش حميتي ده والله كلنا حددتونا يا رزيقات، حددتونا عديل، هذا هو موجود التسجيل. يا طول قال البشير ده مشي طلع الناظر بتاع الجعالين قال الكلام ده؟ ما قال. انتوا قلتوا، الناظر بتاعكم قال موجود التسجيل، قال والله البروش حميتي ده بالمويه ده ولدنا، والله يرشوا بالدم، والله الخرطوم دي نطويها في سحتير. الكلام ده قلتوه ولا ما قلتوا؟ جاي تبرر شنو ولا تبرر شنو ولا تبرر شنو يا خنيته يا رمه يا بقال؟ جاي تبرر شنو؟ ما عندك حاجه تبرر، ما عندك تسكت. انت زيك وزي اي رمه تسكت. من اللي بيتكلم؟ انت رمه، انت رمه، تسكت بس تاني ما تتكلم. اوعى ترفع راسك لانه بينكسروا ليك، لانك راجل رمه. ما تقعد تسوي. هنا البشير ده شاله من السلطه واهله قاعدين وقبيلته قاعده. ناظر الجعالين طلع عمل له مؤتمر صحفي قال لهم اللي بيرش البشير بالدم بيرش بالمويه، شالوه خدوه في كوبر، قال لهم تخطوه في كوبر بيرشوا بالمويه. انتوا قبل ما يشيلوا وقبل ما يحصل حاجه وقبل ما نقول ما وقبل ما اي حاجه قلتوا لنا لو البها مش حميتي ده والله العظيم قلتوا لنا الدم يحصل الركب، وقلتوا لنا نطوا الخرطوم ده في ساحتي. قلتوها باسم القبيله عشان تعرف نفسكم قبيله وسخه. الكلام ده ما جبتوه انتوا، الوساخه بتاعت القبيل جبتوها انتوا، النظار التافهين القذرين الما واعيين، العمد اللي ما عندهم قيمه اللي بيشتروهم بجلابيه ومركوب. انتوا اللي وسختوا القبيله وانتوا نجستوها. القبيله فيها شرفه لكن انتوا نجستوها. انتوا نجستوها لانكم انتوا ما قدر العمد، لانكم انتوا كلكم بايعين ومشترين لكم وما فاهمين حاجه، وكلكم قلوبكم سوداء وعنصريين. انت دار تقنع منون بخطابك ده وطلعته والله وهناي ما بتقنع لك سوداني. الزول الدردقك وطلعك ده دار ينتهي منك، دار يدمركم النهايه. شفت الزول الدردقك وجابك عشان خلاك تتكلم، دار يخلي الشعب السوداني عشان يعرف ويصير على رايه انكم لازم تنتهوا. حقنا ده لازم ننتهي منكم وناخذه من حباب عينيكم. ما تقارن نفسك بالجعالين ولا تقارن نفسك بالشاقيه. القبائل دي احترمتنا ولقيناها. الان احنا اهلنا عندهم اكرمون، لا شفناهم سرقونا، لا شفناهم نهبونا، لا شفناهم نزونا، لا شوف اهل حاره، لا شفنا منهم لقينا منهم شر. الله يديهم الصحه ويدينا العافيه. وكل القبائل السودانيه لقيناها. اهلنا في الشرق ما قصروا، اهلنا في الغرب في الفاشر ما قصروا، الا انتوا الوحيدين من 470 قبيله انتوا الوحيدين. حتى المسيريه احترفوا بالجيش السوداني ووقفوا مع الجيش، عندهم شله زي الجبوري وشله الصعاليق ديل ما مؤاخذين لان القبيله احترفت بالجيش ووقفت مع الجيش. الا انتوا الوحيدين العمد والنظار الزيقات وقفوا مع ولدهم والهددوا الدوله والعملوا اي حاجه شينه. ما تقارن نفسك بكل قبائل السودان، كل قبائل السودان كوم وانت كوم لحالك، انت كوم لحالك. والسبب العمد والنظار حقين لكم الوسخ، الناس الرخيصه، الناس اللي ما عندها قيمه، الناس التافهه الدايره تقعد بالفتنه اللي بيشتروها. ودي الحقيقه. عشان ما تقعد تنبح تطلع وتعامل نفسك تطلع وين؟ حقنا ما بنخلي لك، وحقنا في الضعين بنجيبه، في الضعين بنجيبه. شفت من الضعين اولادنا اللي وقفوا معاكم كلهم بيكونوا دنيا زايله، وحيكونوا دنيا زايله. اي زول وقف بدنيا زايله
ما عندنا رحمة ولا عندنا حاجة لزول، لأنه اللي حصل فينا ده ما حصل في التاريخ ولا شفناه من مستعمر، ما شفنا كده. الانقلابات بتحصل شفناها ما كده، ما شفنا انقلاب جا دخلوا البيوت، ما شفنا انقلاب جا هددونا، ما شفنا انقلاب جا اغتصبوا حراير، ما شفنا انقلاب طردنا من بيوتنا. تقدر تقارن بشنو بشنو يا راجل يا متخلف؟ يا راجل يا متخلف، دار تقارن شنو بشنو؟ يا جنجويدي دار تقارن شنو بشنو؟ تزول ما عندك اي حاجه تتكلم، بس تسكت زيك وزي اي طيره وتقعد تحت الواطه تشوف ربنا دار يجيب لك شنو، تنتظر العقاب اللي بيجيبوا لك ربنا سبحانه وتعالى، لكن ما تتكلم وما تنبح وما تقل في ادبك وتطول لسانك، ما عندك حاجه، ما عندك اي حاجه انت قدمتها لنا هنا في السودان. 569 قبيله كلهم قلب رجل واحد، كلهم هذول اهلنا المسيريه محافظين عليه بلدهم، محافظين عليه جيشهم، واقفين معانا برغم الحراميه اللي فيهم. احنا ما حسبناهم ولا قلنا ولا بنتكلم عنهم ولا بنقول عنهم كلمه. ليه؟ لانهم كلهم داعمين بقبائل بعمدهم بنظارهم، جو دعموا ووقفوا. الشله بتاعتهم ده البيض الفاسد بتاع المسيريه، ده البيض المبذر بتاع المسيريه، يا هنا برشم والجبوري والرمم وشيريا والخنايد دي. عشان كده التحيه والاحترام لهم. ليه كل القبائل وقفت، شرقا غربا هدد وبيجا بني عامر، كل القبائل وقفت، عبد الله، ما كل الناس دي وقفت الا انتوا، الا انتوا القبيله الواحده. النظار كلهم واقفين مع الجنجويد، وطلعوا وتحدوا الدوله السودانيه وقالوا ده ولدنا، وقالوا كده. ما احنا ما حديناكم ولا بنجيب اساميكم من فراغ، لانكم انتوا اللي اخترتوا. ما تقول احنا، قول انتوا اللي اخترتوا. الخطابات موجود ودي ميديا، ده ما كذب، ده ما تاريخ 74 و76، دي ميديا الان موجوده متوفره، نطلع قديمه كله وننشره لك. احنا ما غلطانين، غلطانين انتوا تتحاكموا انتوا. القيادات والعمد الساقة القبيله بتاعت الرزيقات للمشاكل دي تتحاكم، تعدموا انتوا. الصف الاول كله يعدم، كل الصف الاول يعدم، موسى مادبو، الضيف، الماضي، كلكم تعدموا، كلكم تعدموا. حتى ان القبيله دي ممكن تمشي لقدام بالاولاد الناس الكويسه فيها، ممكن تتقدم والصف وتبقى كويسه وتتعلم من الغلط اللي وقعتوا فيه. لكن احنا نخليك انت، معناتها القبيله دي ما عندها وجود. نخليك انت ونخلي مادبو، معناتها ما عندها وجود، ما عندها وجود معنا. ودي الحقيقه. تعال قدم نفسك للعداله انت ومادبو وشلط الصعاليق العمد اللي هناك، اتركبوا هنا وتعالوا احنا نتفاهم معاهم بعدين. لكن انت قاعد ما بنخليك، حقنا بناخده من حباب عينيك. لا في عفو، لا في باركوه، لا في احنا اهل، ولا في احنا. انتوا برا، انتوا تتبلوا، انتوا تتبلوا، لانكم انتوا اللي كبرتوا الناس ديل، وانتوا اللي ساعدتوهم، وانتوا اللي وقفتوا لهم، وانتوا اللي دعمتوهم، وانتوا اللي حشدتوا لهم، وانتوا اللي جندتوا لهم، وانتوا اللي بقيتوا لهم اعلام، وانتوا اللي تحديتوا الدوله، وانتوا اللي تحديتوا الجيش. ودي الحقائق موجوده، ميديا ما طلصوا، ميديا موجوده، ميديا. عشان كده ما تطلع تغارن نفسك بالجعليين، ولا تغارن نفسك ديل فوق، ولا تغارن نفسك بالبيجا، ولا بالبني عامر، ولا بالرفاعيين، ولا كل ديل كلهم غير ما زيك، ولا بالمسيري ما زيك، ولا بأهلنا في الفاشر ما ديل. هذاك شوف جيشهم، شوف الجيش الفاشر معزز مكرم، شوف الناس، شوف اللكي لمس ما شاء الله، اكل وشراب ومحتفلين بجيش وكلهم واحد ووحده عجيبه. امي شوف بابا نوسه. انتوا لا بتبغروا ولا بتتعلموا. السودان ده كله غلط، انتوا الوحيدين. 16 عمده ومجنون مهطل رمه عاملين نفسكم انتوا بتسوقوا السودان. 16 صعلوك فاكرين نفسكم بتسوقوا السودان، تسوقوا وين؟ قال من حقنا انه يكون عندنا تنظيم. وين يا ابو حق يا ابو حق؟ تنظيم عسكري؟ ليه يكون عندك تنظيم عسكري؟ ليه من حقك؟ السودان ده كله القبائل ليه ما من حقها؟ انت راسك فوق ريشه؟ راسك الوسط ده شفت لك طلعت منه قبيله قالت عندها سلاح ما عندنا اصله. ولا من حقنا نشيل السلاح ده حق الدوله. ما من حقك. من حقك وين انك تعمل كده؟ الحق لك منه حق يكسر وشك، حق ياتو. حق لك منه يا شيطان؟ حق لك منه؟ حق لك شنو يا وسخ؟ حق لك منه؟ انت تسكت بس تستنى عقابك، انت بس تحرس عقابك، ما عندك حاجه ثانيه تتكلم فيها ولا تفتح قدومك ده. وما بنخليك انت بالذات، ما بنخليك انت بالذات، ما بنخليك دلق علينا، ما بنخليك
لانك انت من الناس اللي هددونا ومن الناس اللي كنتوا عارفين ومن الناس اللي قلت الكلام ده. قلت لنا لما الخرطوم تجي كده والشمال يجوكم في دارفور افتحوا لهم بيوتهم، يعني حاجه متوقعه، معناتها انتوا تابخيننا، معناتها الشغل ده ما جا صدفه. احنا خلينا عارفين انه كده وعارفين، لكن انتوا عارفين، معناتها انتوا متفقين، معناتها انتوا جزء من المؤامره، معناتها بتتبلى بس. اصلا ما تزعل لما نقول لك يا باي حاجه نوصفك، ما تزعل لانك انت جبته لنفسك. وما تقعد تقارن مقارنات ما عندها قيمه يا تافه، ما تقعد تقارن مقارنات يا راجل يا خايب، مقارنات ما عندها قيمه. القبائل السودانيه كلها موحده ضدك وكلهم بيقولوا جيش واحد. قبيلتنا الان جيشنا، انت قبيلتك يا هو حميتي، قبيلتك على دقلو يا هندل قبيلتك، لكن انت ما معنا في السودان ولا عندك علاقه بينا الان، ولا ممكن تكون يوم من الايام نثق فيك، ولا يوم من الايام ممكن تكون جارنا، ولا ممكن تكون قاعد معانا، لانه ما انتوا ماسك. هاي ما تطلع واحنا قاعدين واحنا حنعمل وليه رزيقات حواضن بتاعت جنجويد، حواضن بتاعت متمردين. الرزيقات تتحدوا الدوله السودانيه، الرزيقات سرقوا، الرزيقات اغتصبوا حرايرنا، الرزيقات شالوا بناتنا ودوهم باعوهم في الكاميرون، الرزيقات سرقوا عمرنا، الرزيقات قتلوا اهلنا، الرزيقات طردوا ناسنا. الرزيقات ما داير تاني اديك ولا كفايه؟ اديك ولا كفايه يا راجل يا رمه يا ما محترم؟ اديك ولا كفايه؟ عشان كده ما تفتح خشمك. نقول الرزيقات، نقول ما الرزيقات تكفي الميتين ده، لاننا ما بنخليك حقنا بناخده من حباب عينيك، ما بنخليك ولا عندكم وش تقابلوا بين الناس، لانكم انتوا سكتوا ناس الرزيقات دي للحرب دي. انتوا دخلتوا القبيله بتاعت الرزيقات، انتوا دخلتوا اسم الرزيقات، انتوا جمعتوا باسم الرزيقات وحشدتوا باسم الرزيقات، انتوا اللي وقفتوا مع حميدتي باسم الرزيقات. عشان كده ما تقعد تجعر وتكورك وتعمل نفسك خلاص انت صوتك ما عندك صوت. ما بنخليك يا ضيف، ما بنخليك اصلا، ما بنخليك. حقنا ده بناخده من حباب عينيك ونتحداك ليوم الدين نتحداك، وانت ارجل راجيك. احنا حقنا بناخده منك، واي زول اجرم في الضعين بنركبك، واي زول سرق بنركبك في الضعين في ميتين. ما بنخليكم لانكم انتوا همباته، لانكم انتوا حراميه، لانكم ما عندكم اخلاق، لانكم ما عندكم شرف، لانكم ما عندكم ضمير. ميتين وميتين ابهاتكم جابوكم. اوعى شفت قله الادب. وقسما بالله العظيم برهان يقعد يعمل نفسه ما شايف وينزل لنا الناس الفوق دين، والله ما نخلي. لو جاب الانتصار بكره قسما بالله ما نخلي. ده حقنا، ده اعراضنا، ده شرفنا، ده عمرنا. اذلونا وطردوا اهلنا، ونجي يوم من الايام نتسامح مع وسخ، نتسامح مع رمم خنايت اولاد ضيفان، لا شرف لا اخلاق. ما في الكلام ده، ما في. ده حق، والقال حقي خلاص. ما تطلع تاني تتكلم يا راجل يا خايب، يا عديم الشرف، يا عديم الاخلاق، يا راجل يا ما عندك دين، يا ما عندك وطنيه ولا ذره بتاعت رجوله. عشان كده ليكن يوم انت والمعاك واللي بيحرص فيك القاعد فوق، انت والمعاك وطص فيك وفيه هو ذاته اللي بيحرص فيك ده، لا سالين فيك لا ده حقنا من حباب عيني زول فيكم. تصموا خشمكم وتحرسوا العقاب اللي بيجيبوا لكم الشعب السوداني. الشعب السوداني لو قال مشانك تشنوا، لو قال تصلبوا، لو قال تركبوا، لو قال تعملوا فيكم اي حاجه يعملوا فيكم. ده الشعب السوداني من حقه، لانكم انتوا وسخ، لانكم انتوا مجرمين، لانكم انتوا ما عندكم شرف. ما دارين منكم ولا نسمع فيكم صوت. تقول لنا هناي ونحن تكلمت القبيله باسم ما دبوا، معناتها دي القبيله. بعد ما تشيلوا ما دبوا وتحاسبوه وتشنقوه، تعال قول لنا دي ما القبيله. بعد ما تشيلوا الضيفان ده القاعد في بورسودان تشنقوه، قول لنا دي ما القبيله. احنا ممكن نفكر، لكن طالما تكلمت القبيله وتكلم العمده وتكلم الناظر بالنيابه عنكم، معناتها دي القبيله المجرمه، معناتها المجرم القبيله. كلام منتهي. الله يديكم الصحه ويديكم العافيه. السلام عليكم.